لأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطر وقد ضم الحياة بدفتيه وقد ضم الحياة بدفتيه. فهل أحسست أن سماه غيما إذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جمال الروح في مواجهة الجهل لا تكون إلا في الحلم. قال الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كلمات تعلو فوق صخب الحياة والجهل وتسبح في فضاء من السكينة. الحلم هو ذلك الحصن الراسخ الذي لا تزعزعه رياح الغضب، وهو ذلك البحر العميق الذي يبتلع زبد القول الفاحش ويخرج من أعماقه لآلئ العفو والصفح والرحمة. هو قوة الضعيف عندما يمتلك نفسه. لقد جعل الله تعالى الحلم صفة من صفات عباده المتقين، فقال سبحانه وتعالى: بل جعله الله سجية الأنبياء وأمر بها خليله إبراهيم عليه السلام، فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وجاء الوصف الإلهي لحلماء المؤمنين في سورة الشورى بقوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الحلم، حتى وصفه الله تعالى بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحرم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسقهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والمل هو الرماد الحار، وهذا تشبيه بليغ لشدة ما يلقونه من وصله ومن حلمه، وهم يقابلونه بغير ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وجاء أعرابي إلى المسجد فبال في مسجده صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري من حديث أنس. فهم به الصحابة أن يضربوه، فقال لهم الرحيم الحليم عليه الصلاة والسلام: دعوه واهرقوا عليه ذنوبا أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولم يزجره صلى الله عليه وسلم، بل علمه برفق وحلم، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وانظروا كذلك إلى حلمه صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل ويلتمس منهم النصرة لدين الله عز وجل، ولكنهم رجموه وطردوه وأخرجوه والدماء تسيل على جسده صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه ملك الجبال فقال له: يا محمد،
إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين فعلت. فما كان منه صلى الله عليه وسلم الحليم الرفيق عليه الصلاة والسلام إلا أن قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فالحلم إذن أيها الأحبة الكرام ليس ضعفا ولا ذلة، بل هو قوة النفس عند الغضب وسيطرة العقل على نزوات النفس، وهو من أسباب كمال الإيمان، كما قال سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وختاما أحبتاه، الحلم هو ربيع القلوب ومعدن الرجولة وسلاح المؤمن في معركة هذه الحياة، وهو أن تمسك جمرة الغضب أخي المسلم، أن تمسك جمرة الغضب في كفك فلا تحرقك، وأن ترد الجهل بالحكمة والفظاظة باللين، وهو أن تكون كالغيث حيثما وقع نفعه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد ضم الحياة بدفتين